بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عدد الأسرى في السجون الاحتلال الإسرائيلي تقريبا 4400 أسير، منهم 3450 تقريبا 58 من الضفة، وهذا يعني أن هناك عمل عسكري وعمل جهاد وعمل يعني ضد الاحتلال الإسرائيلي، وهذا حق لهم، حق في القانون الدولي. عندهم 385 أسير من القدس. القدس لما لها من معنى كبير، يعني أفردنا لها لوحدها يعني اسم. 240 أسير من غزة كذلك الأمر. هذا ال 240 يكونوا معظمهم يكونوا رايحين إما بالبحر يعني الصيد بيعتقلوا، أو يكونوا رايحين يعني تجار إلى فلسطين، داخل فلسطين معهم يعني إجازة من إسرائيل بن حسين، ويدخلون إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ثم يعتقلوا على خلفية أنهم يعني مقاومة أو شيء ما من هذا. 140 طفل سنويا يحاكم بين 700 إلى 600 أسير فلسطيني طفل تحت 18 سنة تقريبا. وهؤلاء الأسرى يعني 140 يحاكموا كما يحاكم أي إنسان، 12 سنة فمن فوق يحاكم، يعني تصور 12 سنة يحاكم. محمد سرحان كان عمره 11 سنة و10 شهور، اعتقل 25 مرة تقريبا لصار عمره 17 سنة. 15 17 سنة اعتقل 20 مرة تقريبا، ثم افرج عنه، يعني كل مرة يعتقل يفرج عنه، مثل الاعتقال الإداري تقريبا، حتى الأطفال في اعتقال إداري. الآن اعتقلوا أخوه اسمه سلطان، ونفس الطريقة ونفس العمر، حتى يضغطوا على العائلة لتخرج من البيت اللي هو فيه حتى يعني يشتروا المستوطنين. والأم تقول لا، لن أبيع بيت، فهو شرفي وهو منزل وهو الذي أواني. ففي هذه الحالة يعني قتل زوجها من أجل هذا البيت إلى آخره في هذا المجال. وفي عندنا 700 أسير مريض. المرضى كثر وأغلبهم في الجهاز التنفسي. في عندنا 24 حالة أسير سرطان، 4 أسرى تقريبا مشلولين. في عندنا أكثر من أسير بيعمل غسيل كلى. وهناك يعني مرضى كثر لا يعطوا من العلاج ما هو حق لهم أبدا. كل هذه الأسماء التي أوردتها أو الأصناف التي قلتها لا يعني إذا كان لها يعني يوم الاثنين يأتي الدكتور، يسمى دكتور للمعالجة كل يوم اثنين. إذا اثنين بعد الدور صاروا شيء لا يعرض على الدكتور حتى يأتي الأسبوع القادم أو الذي بعده حتى يعرض عليه. كلهم يأخذوا أكومول أو بنادول بن حسين، حبوب يعني لتخفيف الأوجاع نوعا ما، يعني قليلة جدا، لكن هذا ما يقدمونه من للمرضى. أما عندنا 9 أسرى في مجال النواب الفلسطينيين الذين هم الشرعية في مجلس التشريعي، هم محكوم عليهم كلهم يعني في الإداري تقريبا 9 في الإداري، ليس عليهم أي جرم يعني في هذا المجال. في الإداري كان هناك من يقدم لهم التغذية أو يسموها الدعم لإفراج عنهم، ولكن لا سبيل لذلك لأنهم معتقلون إداريون. فالاعتقال الإداري هو أصعب اعتقال يحصل في فلسطين خاصة، وفي أكثر من دولة. الاعتقال الإداري في فلسطين متميز جدا، منها يعني الأسرى الذين يعني يعتقلون إداريا بدون محامي، بدون عرض على المحكمة. الأدلة فقط يقدمها الشباك أو الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، يقدمون الأدلة للقاضي فقط، يطلع عليها القاضي ويطلع عليها أحد، ويعلن أنه معتقل إداري حتى يعني يكون هناك مشكلة في المعتقل الإداري، لأنه ممنوع من الزيارة، ممنوع من كل شيء. تصور يعني هناك إنسان اعتقل 14 سنة، 6 شهور 6 شهور 6 شهور 6 شهور، وصل 14 سنة.
فالحالات صعبة جدا في هذا المجال. في مجال الزيارة هناك صعب جدا زيارة النساء أو الأطفال أو الأمهات أو الآباء والأخوة لذويهم داخل السجون، في هناك صعوبة جدا. ففي حالة مثلا امرأة بعد 5 سنوات جاءها الموافقة لزيارة ولدها، فما أن صعدت إلى الحافلة حتى سقطت وماتت. فهذه مسألة إنسانية كبيرة، لكن كل الناس تفكر بموت الأم، ولكن لا أحد يفكر بأن الولد ينتظر أمه. الصعوبة أن الولد هو بعد طيب، يعني اللي مات رحمة الله عليه، أما الذي يعني ما زال على قيد الحياة ينتظر والدته لتزوره ولا تزوره لأنها قد ماتت. هنا المأساة الكبرى حقيقة في هذا المجال. الأسرى يعني لهم هم كبير، كل أسير له حكاية، وكل حكاية ألم وحزن وعذابات كثيرة، ولكن هناك يعني أمل كبير في الأسير الفلسطيني أنه يعني يفرض على الاحتلال من خلال الإضراب وخلال معاوي الخاوية أن يعطى يعني يدرس في الجامعة، يكمل تعليمه في أكثر من مجال. هناك من دخل أميا لا يقرأ ولا يكتب وخرج يعني هو مع ماجستير إعلام، وهذه قضية كثير مهمة جدا، لأنه هذا التحدي الموجود لدى الفلسطيني الأسير في فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي هو تحدي كبير. يعني حتى أن بعض الإخوة الذين خرجوا في صفقة شاليط كان يعني متقدم على الضابط الذي كان يقدمه وياه نفس الامتحان في نفس الجامعة العبرية، نال التفوق، والضابط لم ينل التفوق، وقال أنا أتعلم لأغلبك وأكسرك وأسيطر عليك، وأنت تتعلم لتعرف يعني أنه علم أي علم، لكن أنا العلم الذي أتعلمه أحارب به، وليس أتعلم لمجرد العلم أن أخذ شهادة. أما الشهادة التي خزقتها ورميتها بوجهي فهو ليس لها قيمة أصلا عندي. فلما نلت الشهادة بانهزامك، وكانت يعني رائعة جدا من هذا الأسير اللي هو يعني مع الأسرى المحررين في تركيا اليوم موجود. يعني الأسرى في فلسطين لهم شجون ومشاكل كثيرة وأشياء كثيرة يجب أن يعني تكون بالحسبان عندنا. يجب دعم هذا الأسير الفلسطيني إما يعني معنويا أو ماديا أو يعني من خلال تبني هذا الأسير الفلسطيني. نحن مستعدين أن يكون هناك يعني تواصل بين الأسير الفلسطيني والعالم الخارجي إن شاء الله سبحانه وتعالى. واليوم الأسير الفلسطيني واجه يعني بعد الاعتداء على النساء في سجن رامون، قام أحد الأخوة وطعن أحد الجنود الإسرائيليين بسكينة، لم يقتل طبعا الإسرائيلي، لكن أخذ إلى المستشفى للعلاج. لكن القضية أن هناك من يتعدى على النساء يجد أن هناك من يقاوم حتى داخل السجن. قبل بمرة حصل ذلك أنه في إحدى الأخوات يعني زوجته كانت تأتي لزيارة زوجها، فلما دخلت كانت يعني حزينة وكذا، فقال ما بكي؟ قالت لا شيء. قال ما بكي؟ قالت لا شيء. قال لا ما بكي؟ قالت له 1 2 3، فأقسم أنه يقتل القائد الضابط المسؤول عن السجن، فضربوا بالخشبة وهنا فعمل له شلل الضابط، لأنه اقتربوا من زوجته، بس مجرد اقتربوا بده يمد ايده وبده يتحرش فيها يعني جنسيا أو كذا. فلذلك يعني هم يعرفون ذلك أن الأسرى لا يسكتون على ذلك أبدا. لذلك عملوا ترتيب مع الأسرى، ولكن للآن بعد ما ترتب كله إن شاء الله يعني ترتب وأخذ الأسرى كل ما هو أخذ منهم، لأنه عندما يعني يكون هناك أي يعني فعل مقاوم ضد الإسرائيل داخل السجون يقوموا بحرمان الأسرى من البطانيات والتدفئة، خاصة اليوم الشتاء يعني في فلسطين مش قاسي جدا، في الصحراء قاسي كمان جدا جدا، في النقب في رمون في شمال أشلمون
كل هذه السجون 12 سجن تقريبا 13 سجن فيها يعني من الألم وفيها من الحكايات الكثيرة التي تختبئ وراء الجدران، ويجب أن نفشها ونوزعها على الناس بإذن الله سبحانه وتعالى.